آخر مع الفلاح. تابعونا. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى. القصة كاملة يرويها لنا الفلاح عيفان سعدون العيفان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك. شرفتنا في برنامج الوجه الآخر. سلمكم الله، أنتم الشرف، خطوة عزيزة. الفلاح عيفان، كيفك شو لابس اليوم؟ لا دشداشة لا شيء؟ والله احنا فلاح شباب يعني، تعرف مو شايب. تختلف لبس الفلاح من منطقة إلى منطقة؟ شوية الدشداشة تقيد بالحركة. فإحنا نلبس التراك واحد يصير الراحة أكثر يعني، حركته خفيفة يصير. هم حجة بحاجة، هم رياضة يسوي رياضة واحد، الحركة هاي تعرف رياضة، واحد يداري قاعته. قبلك ما كان يلبس ايش؟ كان يلبس دشداش. قبلنا كانوا ما يركبون سيارة، يركبون باعر وبل. اعتقد انه التراك سود بالاباعر يخدم اكثر من مو قصدي قبل ماكو يعني، قصدي تغيرت الدنيا. اليوم احنا شلون صرت فلاح؟ والله انا ابويا وجدي، هاي قاع ابويا وجدي يعني. ما اخذتها جديده من التوارث يعني، هي هاي القاع لابويا وجدي والعمامي، هاي اللي بصفها كلها لنا عمامي. صحيت على الدنيا لقيت نفسك تنتمي الى عائله فلاحيه؟ يعني رجعت يعني حقيقه، يعني من شفت القاع وتتعلق بالقاع، القاع يصير سبحان الله بينك وبينها حب عجيب. تصير اليوم اللي ما تطلع به على المزرعه وعلى البستان وتشوف الانخالات وتدحق على الحلال وتدحق على الغنم وعلى باعر، ما ترتاح. لها فضل الارض عليك بصناعتك فلاح، بصناعتك انسان كشخصيه يعني طبعا. اي نعم. شو تعلم الارض؟ الارض تعلمك الصبر، تعلمك التعب، وتعلمك العمل، وتعلمك العطاء. هاي الارض اللي تتعب وتسجيها، اول ما تكربها قاع بور، وبعدين تكربها وتطشها، وبعدين تداريها ويطلع نخل ويثمر ويطلع شجر ويثمر، يعلمك على قيمة الحياة، قيمة الجهد، قيمة العمل إلى ثمرة. خليني كفلاح اليوم أدخل وياك في نقاش حول آلية العمل الزراعي اليوم، يعني كيفية المحاصيل، زراعة المحاصيل، الآفات الزراعية، مكافحة الآفات الزراعية، المنطقة هذه بالذات اليوم احنا بالفلوجة، في هذه المنطقة بالذات شنو المحاصيل الأكثر زراعة؟ يعني هي الزراعة بكل العراق تقريبا ترتكز على الحنطة والشعير. يعني باب أول. احنا هاي المنطقة منطقة محيط الفلوجة والفلوجة وعامرية الفلوجة والنساف، هاي الأراضي الزراعية كلها معتمدة على زراعة النخيل. أولا معتمدين على النخيل، يعني أكثر شيء مزروع بساتين نخل. هي مو احنا زرعناها، زرعوها آبائنا وأجدادنا. طيب. هذا النخل البرحي والنخل عوين تيوب والأنواع النخل هذا اللي عندنا النادر، ما موجود بالعالم، قليل يعني. هسه كان فيما مضى هو الوحيد بالعراق، الآن هو انتشر طبعا في كل مكان. طلع هسه البرحي النسيجي هذا اللي قام يسوونه بالمعامل التخصيب الجديدة، ويزرعون الحنطة والشعير، يعني كاعتماد أساسي على الحنطة والشعير. كون المنتوج ما يحير به الفلاح، من نحصد يعني منتوج زرعنا الدولة تاخذه قبل نوديه. يعني آلية تسويقه سهلة. تسويقه سهلة، الحنطة يعني هذا تسويقه سهل جدا وزين. جانب آخر هي كمادة أساسية للحياة. طبعا هي مقوم أساسي للحياة. هي مثل ما تقول أساسي، لأن هي من تاخذها الدولة راح تاخذها وتدخل في صنع. اكو معامل الطحين يمنا هنا بالفلوجة، الدولة توردها، يصير منها الدقيق، يصير منها الطحين، مادة أساسية طبعا الطحين. المحاصيل الأخرى اللي محاصيل الأخرى احنا هنا نزرع خضروات، يعني خضروات نزرعها بالبيوت البلاستيكية بالشتاء، وبالصيف نزرعها هي طلق على ما يسمونها. نزرعها تنزرع. شلون تعاملكم ويا المسوقين؟ قبل هاي المواد الغذائية الاستهلاكية ما تحير بها. ماكو بيت ما ياكل طماطة،
ماكو بيت ما ياكل خيار، ماكو بيت ما يجيب اسود وبتيته. فهذا احنا اذانا بالفتره الاوليه كفلاحين، اذتنا الاستيراد من دول الجوار. اليوم احنا في هذه الارض نشوف يعني محاصيل كثيره، فلاحين موجودين، مكنه زراعيه موجوده، يد عامله موجوده، الخضار موجود. صح. ليش قبل كان احسن، اليوم نفس المكان هذا؟ قبل كان احسن، هذا المكان يمي، يعني تشوفه انا معتني به، قاعتي وقاعت اهلي ومعتنين بها، بس اكو الاف الدونمات تروح عليها هسه تلقاها مهجوره. ممكن للاسباب اللي ذكرناها، انه الفلاح ما جاي يطلع جهده. ما جاي يطلع جهده، اسباب اخرى الامنيه مثلا، الناس تغيرت نفسياتها، اليوم الناس حايره كيف الانسان اليوم حاير شلون يحافظ على نفسه بالحياه من الخطر الامني، من الوضع الامني السيء اللي جاي يصير. فالناس مو مثل قبل مرتاحه، ويطلع من بيته يروح على قاعته مأمن على جهاله وعلى بيته ويشتغل ويزرع. كل الفلاح هو نفسه اللي يدخل يحرث، وهو اللي يسقي، هو اللي يحصد، يعني ولا اكو اكثر من فلاح داخل ما الأرض؟ يقدر وحده. الفلاح اللي مثلي شباب ما عنده ولد كبار يستعين بأخوته بولد عمه اللي وياه، يستعين بعمال عماله يد عامله يوميه. الفلاح الشايب الكبير يستعين بولده. هسه انا عمامي مثلا، ولد عمي، قرايبي، خوالي، تلقى ما شاء الله عنده ولده 10 12 واحد شباب. فمنهم كم واحد متفرغين بالقيعان، منهم مدرس، منهم تاجر، منهم مقاول، بس يظل القاع يظل لها رمزيه وتظل يدارونها اهل البيت، حتى اللي ما عندهم واحد فارغ يجيب يد. اعطيني سبب يعني وصول مثلا الفلاح الى منصب مهم او دائره مهمه او اداره معينه او عمل في مكان اخر، لكن يبقى يرجع للارض. هذا اساسك يعني الارض. انت اليوم وصولك الى مكان معين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دراستك وشهادتك وتحصيلك العلمي، وبفضل جمهورك. هو من اللي وصلك؟ مثلا احكي عن نفسي، من اللي وصلني اصير عضو مجلس محافظه، اخذت الاول بانتخابات مجالس المحافظه. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الجمهوري الناسي، الان عايش بنصهم، اللي من يريد واحد عنده مشكله ويدورني ما يحير وين يلقاني. ما اني مثلا عايش ببرج عاجي وحدي بالخضراء او بغير مكان وما يقدر يصلني. انا بيتي موجود وقاعتي موجوده، يجيني بالبيت، يجيني بالقاع، يجيني بالاستراحه مالتي على الشط، يجيني بمكتبي ببغداد يلقاني. فاللي وصلك لهذا المكان هو مو فخر ولا تشريف، هو تكليف. انت خادم، بدل ما اني هنا قاعد بقاعتي واني امير على نفسي، قاعتي واني امر وانهي، اني اروح هناك ببغداد اصير اني خادم لاهلي. هي منصب اعلى في الخدمه وليس تشريفا. فلاحنا العزيز، الارض الزراعيه سلسلت بيك بمرحله بناء شخصيتك ومرحله معيشتك وطفولتك هنا، أنا ما بين انه صارت مصدر رزق مو فقط لك، الكثير من اولاد القبيله الواحده، اولاد العمومه الواحده، هذه الناس بقت لحد الان تحتفظ بهذه الارض؟ كل الناس الان، هاي القيعان اللي بصفي لاخوتي مثلا، والوراها من هناك العمامي، كلها مثل ما جاي تشوف انت قاع خضراء، وتلقى هناك ناس يشتغلون وهناك ناس يشتغلون، ما حد عاف قاعته مثلا وخلاها صبخايه وما اشتغل بها. طبعا القاع ما حد يعوفها ابدا. القاع هي تقريبا بغلات الولد يعني، بل اكو ناس شياب متعصبين بالقاع يقول لك غلا من ولدي، بس هي حقيقه. شلون نخلي الارض الزراعيه صالحه؟ ما تهملها، بس القاع بس تنزرع. من تنهمل ما تنزرع القاع تصير صبخه تبور، تصير احنا نسميها صبخايه، تصير تكلس ويطلع ملحها وتبور بعد ما تنزرع. شلون نحافظ على الارض السياسيه؟ الارض السياسيه يعني هذا سؤال جوابه مو عندي. تحافظ على الارض سياسي؟ مو اقول لك مو عندي يعني الجواب وحدي. الارض السياسيه تحافظ عليها يجب انت واحد من الفلاحين، يجب ان يكون الارض السياسيه. خوش، انا واحد من الفلاحين. يجب ان يكون عندنا روح الجماعه، يجب ان يكون عندنا روح حب الوطن، ويجب ان يكون عندنا ولاء للوطن، ويجب ان يكون عندنا الوطن هو الاول قبل كل شيء. طيب يعني في الارض الزراعيه ممكن عندك ادوات بسيطه، مي قليل، بذور بسيطه، ممكن على الموجود ممكن تزرع محصول معين، لكن ما راح تبقى يعني ساكت او تنهي عملك. على المستوى السياسي بالموجود ممكن تحققون فد شيء. يعني انت شلون ممكن تحقق شيء اذا انت قرار ما تقدر قرار ما يعبر في مجلس النواب اذا ما يتفقون عليه؟ الأكراد والتحالف الوطني والعراقيه وبعض الكتل الاخرى، يعني اذا ما يصير اتفاق. يعني احنا عانينا من مشاكل كثيره عندما نجي نصوت على شخصيه معينه في وظيفه معينه، على قضاة التمييز، على المفوضين، على اي منصب كان، يعرض للتصويت ويفشل.
وبل أنا أقول لك أنه كان يفشل على أساس سياسة مهنية ولا لا؟ مع الأسف لا، يفشل لأنه رئيس القائمة يقول سقطوا النصاب، اطلعوا، ما اتفقنا على هذا، أو يطرح للتصويت ويعترضون بعض الأخوة يقول لك هذا ما ندرج على جدول الأعمال لأنه هذا بعد عليه تفاهم بين الكتل السياسية. هو شر لا بد منه، هو مو أنا أقول لك موضوع مثالي، هذا لازم يصير. لأن اليوم البرلمان اللي هو أساس قرار التشريع في الدولة العراقية هو اليوم مقسم إلى أجزاء، التحالف الكردستاني، التحالف الوطني، العراقية. إذا هاي المكونات ما تتفق ما يصير أغلبية في التصويت، ما يمضي قرار، أي قرار. ممكن الدستور يعالج هذا الموضوع للمرحلة القادمة؟ ما أعرف يعني حقيقة آلية علاج هذا الموضوع، أنا أعتبرها مشكلة كبيرة يعني. آلية علاجها تتطلب روح سياسية وروح يعني نضالية عالية. يعني إنسان لازم يصير يضحي بموروثات غالية عليه، ويضحي بسياسة، ويضحي بحزبه، ويضحي بمصلحة الحزب ومصلحة أهله وجمهوره من أجل العراق. وهذا مو هواية على العراق، هذا مو هواية على العراق، بس هواية علينا احنا اليوم. ما اشوف اني مع احترامي للجميع، ما اشوف يعني انكار ذات بين واضح جدا. ايمن تقول له يقول لك الكتله، الحزب مالي، كتلتي، تحالف، اتفاقيه سياسيه، اتفاقيه اربيل، مشكله. وهذه الاتفاقيات اذا لحد اليوم احنا نعاني من عدم وصول حلول الها، يعني راح في عين السياسه وعين المواطن راح تفشل، يعني ما راح يعني راح يفقد ثقته. طبعا هو الان اللي حاصل الان في الشارع العراقي، انا ممارس يعني مخالط للشارع العراقي بشكل يومي، ما بعيد عنهم يوميا.